من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. تذكر أيها الغني، من أين جاءك هذا المال؟ تذكر من أين جاءك، من الذي أعطاك هذا المال؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ ولو شاء لأفقرك. احمد الله على ذلك واسأله الإعانة على السلامة من مسؤولياته، وتذكر أحوال الفقراء والمعوزين الذين ليس عندهم مال، فجد عليهم مما أعطاك الله، مما يكون ذخرا لك عند الله سبحانه وتعالى. قدر النعم التي أنت فيها، ولا تسرف ولا تبذر، فإن هذا المال ليس لك في الحقيقة، إنما أنت مبتلى به ومستخلف فيه، وسينتقل إلى غيرك. فتنبه لهذا، تنبه لهذا. تذكر أنك كنت فقيرا معدما، خرجت من بطن أمك ليس معك شيء، وقد تكون عشت في هذه الدنيا فقيرا ثم رزقك الله سبحانه وتعالى. تذكر هذا، تذكر من ليس عنده مال، من هو محتاج. قدر النعمة، لا تستهن بالنعم، لأن بعض الناس يقيم الموائد الكبيرة ويصنع الأطعمة الكثيرة، وفي النهاية تلقى في المزابل، ما يوزعها حتى ولا على جيرانه والمحتاجين الذين هم بحاجة إلى لقمة العيش. لا يتفطن لهذا، ملأ بطنه ولا يسأل عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريقه وفيه في الأرض تمرة فأخذها صلى الله عليه وسلم، أخذها بيده الشريفة وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. فالمسرف من إخوان الشياطين. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قدروا نعم الله عليكم واشكروها واحترموها ولا تسرفوا فيها ولا تبخلوا بها، واعلموا أنها عارية عندكم ستسألون عنها يوم القيامة وستسترد منكم إلى غيركم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم